شايفين التحفة والجمال ده؟ النهاردة هنعمل الناجتس بأسهل طريقة وأبسط طريقة وأوفر طريقة كمان، من غير بيض ومن غير بطاطس مهروسة زي ما أغلب الناس بيعملوها، وبمكون بسيط جدا جدا في البيت متوفر عندك هتعملي بيه كمية محترمة. يعني ربع كيلو فراخ عملي تقريبا اكتر من كيلو ناجتس وشوية من الهوت دوج او سوسيز الفراخ. شايفين سوسيز الفراخ تحفة وسهل جدا وبسيط، وهينفعك جدا في سندوتشات، هيكون جاهز على الآلية على طول. سامعين بقى القرمشة تحفة؟ يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجه طبعا مبدئيا الفراخ معانا سلايز من الفراخ الصدور، دول مش هيعدوا الربع كيلو ابدا او اقل من ربع كيلو. هنفرمهم حلو جدا في المفرمه، لو المفرمه بتاعتك مش هتفرم حلو تقطعيه صغير قوي قبل ما تفرميه، علشان بعد ما فرمنا الفراخ بتاعتنا حلو جدا كده هنبدا نضيف بقى المكون اللي قلت لكم عليه وهو الفينو. انا هنا ضفت 5 ترغيفه من الفينو الصغير، ممكن فينو طازه، ممكن فينو بايت عندك، فينو ناشف حتى مفيش اي مشكله. وهنضيف عليهم باكوين من الفيجيتار كده زي ما احنا شايفين. لو ما عندكيش فيجيتار ممكن تضيفي بقى توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسمر، اي بهارات فراخ عندك. وهنزود بقى ربع كوبايه من الميه، ولو احتاجنا ميه هنفضل نزود لحد ما العجينه تمسك معانا وتربط وتبقى حلوه برضو متماسكه في نفس الوقت، ما تبقاش لينه كده زي ما احنا شايفين. هنفضل بقى نضرب مع بعض الكلام ده كله، وهنفضل نزود ميه لحد ما نلاقي الفينو كله اتفرم حلو قوي وداب من الميه وكله اختلط ببعضه كويس جدا كده زي ما احنا شايفين. كده خلاص العجينه بقت جاهزه جدا معانا وزي الفل. خلاص تمام، ما نضيفش اي بهارات تاني خالص. لو عندك الفيجيتار هو بيغنيكي عن اي بهارات تانية للناجتس بتاعتنا. كده خلاص العجينة ناعمت جدا معايا وفي نفس الوقت متماسكة. هنبدأ بقى نجيب الطبق اللي هندخله الفريزر وهنفرد فيه العجينة، نحط كيس من تحت العجينة وكيس من فوق العجينة، ونبدأ نفرد كده بإيدينا ونساوي الحروف كويس جدا، ونبدأ نقطعها بقى بظهر السكينة، بمعلقة، بأي حاجة كده زي ما هوريكم بالظبط. كده تمام، خلاص رصينا العجينة حلو قوي. هنبدأ بقى نجيب السكينة وبظهرها نبدأ نقطع الحجم اللي احنا عايزينه والمقاس اللي احنا عايزينه، ونفرد السمك اللي احنا عايزينه. انا عايزه اقولكم ان انا عاملاها تخينة، لو عملتوها ارق من كده كمان هتديكوا كمية كبيرة جدا وحلوة كيس جدا. بقى فوقيها وندخلها في الفريزر 4 ساعات كده بس تمسك شوية بسيطة، مش تتجمد قوي. وادي سوسيس اهو. هناخد بقية العجينة ونلفه كده في ورق استرتش ونبرمه كده من ناحيتين ونربطه من الحروف وندخله الفريزر برضو لوقت استخدامه. هنجيب بقى كورن فليكس علشان نعمل الطبقه بتاعتنا بتاعه الكفر ده. كورن فليكس من العطار هنديله طحنه بسيطه علشان هو خشن. وهنجيب بوله من الميه، هنحط الناجتس في الفيجيتار الاول وبعد كده ناخدها على الميه وبعدين نرجع بيها تاني على الفيجيتار، او ممكن ننزل بيها على الميه وبعد كده نرجع بيها على الفيجيتار على طول، ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه. خلاص خلصنا الكميه كلها. هنبدا بقى نرصها في العلب اللي هندخلها الفريزر علشان هنطلعها على الآلية على طول من الفريزر على الزيت على طول. هنحط بس ما بين كل طبقة والتانية كده كيس علشان ما يلزقوش في بعض. خلاص كده بقى نبدأ نشوف الكلام ده كله كده وقت التسوية هيبقى عامل ايه. ادي سوسيس اهو طالع من الفريزر متلج جدا. هندهن بس الطاسة دهنة زيت او الجريل ونحط السوسيس بتاعنا ونبدأ نشوح على كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين ونسويه من كل الجوانب كده زي ما احنا شايفين. على فكرة تحفة جدا، طعمه تحفة والفينو مش باين خالص لا في السوسيس الفراخ زي ما احنا شايفين ولا في الناجتس خالص، مش هتفرقوه خالص عن اللحم الصافي. كده خلاص هنحطه بقى في العيش بتاعنا وكده خلاص الهوت دوج او السوسيس جاهز معانا وخلص. هنجيب بقى الناجتس بتاعتنا اللي احنا جهزناها في الفريزر ونبدأ نقليها. انا عايزه اقول لكم ان الكورن فليكس ده اصلا مش بيتحرق في الزيت وكمان ما بيفكش من الناجتس. شايفين؟ ولا حطينا بيض ولا حطينا اي حاجه، وما شاء الله الكورن فليكس ماسك حلو جدا على الناجتس. يعني وصفه اقتصاديه من الاخر بجد، ما فيهاش اي حاجه زياده خالص ولا اي حاجه مكلفه، وبشويه بانيه او بشويه فراخ مخلية عملنا بيها
شوية ناجتس حلوين جدا للأولاد، للمدارس، للرحلات، للنادي. بجد خطيرة وطعمها تحفة جدا جدا. شايفين بقى من جوه ما شاء الله بيضة وجميلة وشايفين سمكها عامل ازاي. تعملي بقى السمك اللي انت عايزاه، وتعملي الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت نبدأ بقى نحطه بقى في السندوتشات، ونحط الصوصات اللي احنا عايزينها واللي احنا بنحبها عليها كده. تحفة ومش شاربة زيت خالص ومقرمشة جدا، وبجد خطيرة، مش هتميزوها عن الجاهزة تماما. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.